اهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. النهارده هنعرض لكم كل ما هو جديد. يجيس حمام غيرناه برضو. هنا اخوه اللي قبله، 3 دول من ام واحده، 3 جواز دول من ام واحده. ده التالت، وامه راكده على البيض هناك. يعني امه راكده على البيض وفي جوز طالع تحتيه. الجزء اللي قبله هنا اهو، الجزء اللي بعده هنا اهو. ده من جوز واحد بس، غير اللي هناك ده، غير الناحية التانية اللي عند العصافير. وده إنتاج أنارب. ده الاتنين دول أعمار واحد. أحط لهم موزة، أنا بخليهم يحلوا يعني. وده إنتاج عمر واحد بس. طبعا العيون ضيقة هنا، بس هم عاملين العين دي لواحد بس. طبعا بس أنا ما عنديش مساحة إن أنا أجيب حياة كبيرة أو كذا بطارية، فنديلهم إيه، نخلي الكبار كل واحدة في عين كده، والصغيرين كل 2 أو 3 في عين، بحيث ان انا يعني الم الدنيا كلها، لان هي مش هيبقى عندي مساحة ان انا، لان انا برضه حاطط الفراخ مع الانارب مع الحمام كلهم في بوكس واحد. ودي السبلة بتنزل هنا كده كلها. لو بصيت من هنا كده هتلاقي مفيش حاجة نازلة على اللي بعديه، ولا دي برضه. بالنسبة للعين البطارية دي كلها بتشرب زجاجات مية من هنا. دي زجاجات مية، الجلد بتاعها هنا. المفروض ان انا اركب لها مية مباشر من الحنفية هنا، بس ما عنديش المساحة الخرطوم الطويل. ده شفاط مؤقت، يعني شغاله كده مروحة وتبقى شغالة زي شفاط. عندي دي عشار برضو، مش من زمان. ده الأسد بتاع الغابة، عارفين ده اسمه ايه؟ ده سميناه من يوم ما جبناه. دي الأم وراها عيال صغيرة ها. كانت والدة كتير، بس عشان خاطر الكتير ده عايز حد يراعيه ويشرب ويأكل ويعمل. هتلاقي كل الضعيف بيموت. عندنا جزر العصافير ده نتاج المحمية برضه. ده طالع فيه ريشتين سود، ده ازاي ده؟ مش فاهم انا. في بطنه أول مرة أشوفه. جزر العصافير هنا تاني اهو. صبح يا وحش. مفيش إنتاج، عايزين إنتاج.
ده قفص فاضي، ودي عندها مشكلة في البيض. كل ما تيجي تبيض البيضة ما تنزلش بسهولة، بيرموا البيض من تحت. شايفين ازاي؟ مشكلة احتباس البيض بتخليها ترمي البيض من تحت كده. يلا نشكر ربنا. ده صاحب المزرعة وده صاحب المحمية. يا جامد يا جامد ابو جمدان. دي مصيدة دبانة وناموس، ما صيداش كتير يعني. ده نظام خل مع خميرة. شايف الفرخة بتاكل ايه؟ الدواء انا ما بحبهاش، بس هي الفرخة بتاكلها. ناس اسمها مش عارف ايه هي. طبعا الأرانب احنا اشتغلنا فيهم من بعد شهر واحد. واحنا دلوقتي 5/5 ولا 4/5 مش فاكر. يعني 5 أشهر أو قول 4 أشهر ونص. مع إن أنا بريح الأرانب دي يعني بين الوالدة والتانية بديهم راحة، بحيث إن أنا أخلي الأم تاخد فترة راحة بين الفطام والرضاعة التانية. بديلهم بالليل طقة علف، وبعد كده بديلهم حاجات اللي هي عاملة زي البرسيم دي. عاملة زي القمح. مفيش أي شيء صعب، لا زراعة صعبة ولا تربية الطيور ولا العصافير صعبة. الفرخة السوداء دي بتبيض بيض زي الشوكولاتة، لكن الحمرا دي بتبيض بيض أحمر ومطول كده. مش عارف هتبان دلوقتي في الكاميرا ولا لأ. ودي زيها برضه، كل واحدة بتبيض نفس اللون بتاع الريش بتاعها، واكتر واحدة بتبيض البيضة الفرخة البيضة دي، على قد ما هي نشفانة كده، لكن بسم الله ما شاء الله يعني ترعى كتير وكل يوم بتبيض بيض. لكن ممكن الحملة دي يومين وتكسر يوم. ودي الكلفة بتاعت الحمام اهي، شايفين فيها كذا نوع. الفرخة عاوزة تاكل منها، بتاكل الغلة بس. تعال تعال متخانقوش، تعال كل. الحمام ممكن الشام ده يقعد قدامه باليومين، لكن ياكل اي حاجة تاني. وفي حمام ما كانش يرضى ياكل الذرة الحمرا دي.
كلوا ما انتوا. بسم الله ما شاء الله يعني عليكم. عوريني طب عشان اذبحك. تبى اجيب ال5 كيلو ب7 يورو. الحمام عامة يعني لو ما جبتلوش حاجات زي كده عمره ما ينتج يلحم العش في العش خالص. طبعا الفراخ دي انا بجيب لها علف مخصوص بتاعها. الكيلو بتاعها ب1 يورو يعني رخيص. ناكل. يبقى مطحون كله ببعضيه، محطوط فيه شام على حاجات على بتاع. ارخص من الغلة اللي انا بجيبها للحمام. لو حطيت للفراخ حاجة زي كده بتسيب ايه الحمص والحاجات اللي زي الكبيرة دي متاكلهاش. احلى حاجة في الفراخ ان هي بتاكل اي حاجة. وبرضه احنا لو بصينا قدام الحمام هنا هنلاقي ايه سايب برضه شام تحتيه. ده انا بكتله الجوز ده عشان خاطر تحتيه زغاليل هناك، لان الجوز ده منتج بصراحة حلو. وهنا لازم ننقل الحمام من عند العصافير دي عشان هو بياكل اكله ما بيخليش ياكل. كل ما نحط له شتك عند اكل الحمام هناك اهو. لكن كل ما انا انقله يصعب علي ان هو يقعد لوحده. كان معاه انتايه بس كلها الفار زمان ايام ما الفار هجم علي. ف اعمل لدول نص القفص بتشتم براحتك. عندنا نمو خضري حلو هنا اهو المحمية. عايز بس نموات تكبر كده عشان خاطر لما اطلق العصافير فيها بعد كده ما اقولش ان هم اكلوا الحاجات اللي هي طالعة. يعني نمو حلوة في الزيتونة والرمانة. العنباية دي نموها ضعيف، يعني لو شفنا دي جاية مع التانية اللي برا. شوف نفس دي نفس اللي جوه. اللي جوه ما ربتش اي حاجة، دي ربت عناقيد عنبة. ومعمول اعتبر فين زراعة بلاستيك. ده عنب اللي طلع تحتيه ده بتاع ده طماطم. دي عنباية كانت دي عقلة برضو. يعني مو خضر الاسبوع ده كويس خالص مع ان الجو ناطرة والارض غرقانة يعني. بص المشاكل اللي بتحصل من النطرة المفروض تتفضى عشان ما تربيش ريحة دي. دي سجرتين برضو عقلة. ودي وردية جبناها جديد برضو الأسبوع ده. في عنباية هنا تانية طالعة من البذرة. نشكر ربنا يعني. هو الجو نطرة بس لو يوم فتحت بتديلك الحياة تاني. هنا أنا غطيت الزراعية دي لأن هي فيها حاجات الأنارب يعني، بس كل ما تتملي لأن أنا كنت حاطط لها سماد عضوي بتاع البهايم وكده.
فبيتربي ريحة جامد. فبينزل العصفور اللي هو منقاده اصفر ده، الاسود منقاده اصفر، هو بيطلع صوت حلو لكن بينبش الدنيا عندي، بيبوظ الدنيا، بيرميهم كلهم في الارض عشان ياكلوا الدود اللي فيها. فرحت غطيتها، قلت عشان مفيش مية تنزل لها وتنشف على طول. وبهذا الموضوع نكون الاسبوع ده وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. انتظرونا الاسبوع الجاي وفيديو جديد. ما تنسوناش بالدعم بتاعكم الجميل اللي احنا بنستناه، والاشتراك في القناة. وجزاكم الله كل خير. إلى اللقاء.